السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين على قناة على اليوتيوب زراعة التين الشوكي في مصر. معكم رامي محمد. فيديو النهاردة في سؤال بيتكرر كتير أو ممكن أجاوب على سؤالين. السؤال الأولاني، بلاقي عملاء كتير عايزة تحكي الشتلات تين وتزرع معايا وتلاقيه بيقول لي أنا عايز الهجين، وبلاقي ناس من بره من دول عربية بتكلمني أنا عايز التين الهجين. وسؤال بيتكرر كتير رغم جاوبت عليه كتير وقلت عليه كتير. يا جماعة والله اللي قدامك ده هو اللي موجود في سوريا، بس هي كلها مسميات اتحطت لغرض التسويق عشان بس ايه ما نحكيش كتير. امسك الفيديو شاهده هناك وشاهد الفيديو هنا بكل بساطة. كل حاجة هو بصور وانا بصور فعلا، يعني الناس في سوريا بتصور وانا بصور. اهو التين قدامك اهو، الكفوف ما فيهاش شوك، السمر هي اللي فيها شوك. هو دخلك في نقطة تانية، قالك السمر مش كثيف الاشواك. مفيش الكلام ده، هي السمرة وهي العيون وهي الاشواك، عشان نوفر على بعض كتير اسئلة. لكن الاوراق قدامك اهو. فانا بكتشف ان في ناس بتشتري بارقام خرافيه. الموضوع بتكلمني لا ده معروض عليها الكف بكذا. انت براحتك، بس انا بقدم لك حاجه عشان تبقى شايفها بس ايه، عشان محدش يغشك في مسمى. طب ما انا ممكن كمان اقول لك هجين بقى وابيع لك على اساس هجين، بس ما مش هنستفاد حاجه من الحرام. فخلينا واقعيين. انا بصور لك كل حاجه على الطبيعه، والانتاجيه على الطبيعه، والشكل على الطبيعه، والورق على الطبيعه. فما تخليش حد يغشك. مفيش كلمه هجين، مفيش كلمه هجين يا جماعه. قلناها مره واثنين وثلاثه في فيديوهات سابقه عشان الناس اللي بتكلمني وتتصل عليا انا محتاج الهجين. انا مش موجود ومفيش منه لا في مصر ولا في سوريا ولا في اي مكان. ما شفتش منه انا لحد دلوقتي. لكن اللي بيتصور في سوريا هو نفس تينة مصر، ونفس اللي بيتصور في مصر هو نفس تينة سوريا، عشان بس ما نألفش كتير. قدامك التين، فتش في الفيديو كويس، فتش هناك في الفيديو كويس. الثمرة نفس الثمرة، الحجم نفس الحجم، الورق نفس الورق، الشوك نفس الشوك اللي في الثمر. الورق معروف ما فيهوش. انا كذا مره صورت قلت لك ادي الورق قدامك اهو، ما فيهوش شوك وقدامك على الطبيعه. لكن عشان تيجي تقول لي انا عايز هجين والكلام ده كله، مفيش. عشان محدش يغشك، محدش يضحك عليك، محدش يديك حاجه بفلوس وارقام غاليه. لان اكتشفت في ناس يعني جايبه 3 4 ورقات، 6 7 ورقات ب 8000 جنيه مصري. 8000 جنيه مصري. طب ليه توصل للمرحله دي؟ عشان فلوسك كتير. والهجين ايه الفكره في الهجين يعني؟ كل اللي دخلك بيه دلوقتي بالطريقه اللي دخلك بيها قالك الثمره خفيفه الاشواك. هو ما اقدرش يقول لك الثمره ما فيهاش اشواك خالص، ما اقدرش اقولها لك. ثانيا، لان لو اقولها لك هي التينه باينه ان فيها شوك في الفيديو، ظاهره ان كلها اشواك. لكن ما يقدرش يتكلم ان الكفوف ما فيهاش اشواك، لان هي الكفوف قدامك نفس الطريقه ما فيهاش شوك نهائي. ويا رب تكون شايف كل حاجه على الطبيعه. فاللي انا بعرضه لك هو اللي بيتعرض لك في كل مكان. يا رب اكون وضحت النقطه دي، ومش عايز احكي فيها كتير، بس انا مضطر احكي فيها لان انت غيري. يعني واحد يقول لي طب ما انت قعدت في الفيديوهات في الحته دي. يا سيدي انا باجي انا كل حاجه على الواتس وبيجي لي التليفونات بسبب الموضوع ده كتير. فهي السكريات في السكر الاصفر، الاشواك. الحته التانيه بقى اللي عايز اقولها لك يا جماعه، عايز اوضحها لكم وكويس انها ظهرت قدامنا. خط التيل اللي قدامك اللي انا بصور فيه ده بياخد ميه كتير، فجايب دورين. عارف يعني ايه دورين؟ عشان بس التاني بقى يقول لك الهجين بيجيب عروه صيفي عروه شتوي. دي المناسبه يعني. لو نلاحظ احنا الخط ده هننقل مع بعض خطوه خطوه، مفهوش انتاجيه كتير الا الثمره اللي طلعت في وقتها. تعال نيجي للخط ده كده. لو تلاحظ ان في تين اصفر وتين لسه قدامه شهر او شهر ونص قبل ما يفكر يستوي. قبل ما يفكر يستوي. ايه السبب؟ الفكره اللي بيعملوها هناك انه بيدوا ميه يخلف فتره الري للتين الشوكي، يبتدي يجيب ثمر في وقت غير وقته. فدي داخل لك بقى برضو نقطه تانية. ده الهجين بيجيب عروتين اهي. هي جت على الطبيعه لوحدها الحمد لله. يعني هنحصد الصيفي وفي عروه لسه جايه. لو تلاحظ يا رب تكون شايفه ادي الاستوى اهو، الصيف استوى اهو. نيجي للشجره التانية. لو تلاحظ استوى اهو، اهو الجديد اهو. شايفه لسه اخضر زي ما هو، لسه قدامه فتره طويله. هي دي غرض التسويق. يعني انا ما اقدرش اقول لك تعالى خد تين اهو عروتين والكلام ده كله. طبعا لما اصور لك الاصفر وارجع اصور لك الاخضر هتتبسط، لا.
دي خلفت معانا ليه؟ لان دي على الحدوده. الخط اللي انا بصوره لك ده على الحدوده بين جار وبين المزرعه، بياخد ميه من الجار وبياخد ميه من المزرعه، فابتدي يخلف توازن، الري بتاعه يبتدي يطلع معاك ثمره غير معادها. اهو ده نفس الطريقه اللي بيحصل في سوريا، لان الموضوع ده منتشر في سوريا وشكله مش مرتاح له الصراحه. فا اهي قدامك، هو بقدمها بقى، ده مطلع عروتين اهو، والله بيطلع عروتين برضه، مش غلبه يعني. وهتحصد كمان فتره طويله، هتستوي كمان فتره طويله، لسه اهي، لسه خضره، لسه خضره سريز زي ما بنقول يعني. اهي اهي، لكن هي غير دي، غير اللي فوق. لو تلاحظ نصور كده اهي، استوى معانا واللي اتاخر معانا اهو، لسه كتير عليه خالص. اللي انت لو تلاحظ الشجره كلها خضره، ده اختلاف توازنه في الري، فيبتدي يجيب ميعاد غير ميعاده. هو ده اللي داخل لك بيه برضه في سوريا، يقول لك حروتين. ما هو ده والله بيحصل في مصر، والله بيحصل في مصر مره واثنين وثلاثه، بيحصل في مصر عادي، مفيهوش اي مشكله خالص. فانا بصور لك كل حاجه على الطبيعه عشان ما حدش يغشك في الحته دي بالذات، وتطمن يعني، تكون مطمن. الحمد لله عندنا اجود انواع التين الشوكي في مصر، الحمد لله يعني. صنف محترم جدا، الاوراق ما فيهاش شوك، الثمر فيه شوك، السكريات عاليه جدا، حجم الحبايه ممتاز. حجم حبايه يتراوح من 120 الى 210 جرام. عارف يعني ايه 210 جرام؟ يعني تبارك الرحمن، يعني الخمس حبايات كيلو، زي ما بنقول الخمس حبايات كيلو. تمام. ادي اهو مستوي فوق اهو، وادي اللي لسه متاخره. تعال نيجي للشجره دي، هنلاقيها كلها متاخره، هتجيب عروه مختلفه عن العروه. ادي الصيف اللي فيها، اللي احنا بنحصده دلوقتي في الوقت الحالي، وادي اللي لسه قدامه شهور قبل ما يفكر يستوي، على الشجره قدامك اهو. تمام. فيا رب اكون وضحت لكم النقطه دي كويس جدا، عشان ما حدش يغش فيها حد، عشان تكون واضحه للناس كلها، وربنا يرزق الجميع يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.